يا جماعة، عاوز ألفت نظركم لشيء مهم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أرواح وصورنا في هيئة بشر، وأشهدنا أن الله ربنا وأسلمنا لله رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وشهد الذرية آدم أنهم مسلمون لله، وأن الله رب العالمين هو ربنا ورب كل شيء. فكان آدم عليه السلام من روح الله، وأنجب إبراهيم أبو الأنبياء. وكان إبراهيم حنيفا مسلما، هو الذي سمانا المسلمين. قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما ذكرت في سورة البقرة 132. فكان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم كلهم مسلمون، كما ذكرت في سورة آل عمران 52. وكان يونس عليه السلام من المسلمين، وقال لهم: وأمرت أن أكون من المسلمين، سورة يونس 72. ويوسف وسليمان عليهم السلام كانوا مسلمين، وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سورة يوسف 101. وقال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، النمل 38. وقال سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، سورة النمل آية 42. وقال الحواريين لرب العالمين: آمنا وأشهد بأننا مسلمون، سورة المائدة 111. فقد أوحى الله عز وجل للحواريين فقال عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون. وذلك بعدما أحس عيسى منهم الكفر وسألهم: من أنصاري إلى الله؟ وقال الحواريين أنهم أنصار الله ومؤمنين بالله وأنهم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، سورة يونس 84. وكان يعقوب أو نبي الله إسرائيل من المسلمين، ووصى به بنيه إذ حضر يعقوب الموت وقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ وقالوا: نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، سورة البقرة 136. وأخيرا نؤكد أن كل الأنبياء مسلمين لله عز وجل، وكانوا يدعون إلى الإسلام، فدين الله الإسلام. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، سورة يونس 90. ونستخلص من هذه الآيات أنه سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وسليمان وموسى وعيسى والحواريين من النصارى كانوا من المسلمين، وإن الدين عند الله الإسلام. كتب متعددة وشرائع متكاملة، دين واحد وهو دين الله رب العالمين.